السلام عليكم، مرحبا. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض أجمل أطباق أهل الشام، وهي المقلوبة. بس النهاردة هنقدمها بطريقة ليلى. لو أول مرة تشوفيني، أنا ليلى فتوح. النهاردة هنقدم مع بعض مش مقلوبة وبس، إحنا بنقدم جاتو، قطع من الجاتو. نغم والله يا جماعة، هتعجبك جدا بس بأسلوبي أنا وبطريقتي. وطبقنا مميز لا يحتمل الفشل. طبق ممتع تقدري تقدميه لضيوفك، ويشرفك قدام ضيوفك، يعني حاجة ممتازة. النهاردة بنقدم يعتبر 2 في 1. هنقدم ازاي نعمل او نسوي لحم الفيليه، وكمان هنقدم ازاي نعمل المقلوبة، يعني يعتبروا 2 في 1. زي ما حضرتك شايفة بنقطع قطع من الجاتو متماسكة. تقدري لو ضيوفك اتيكيت تقدري ان انت تاكليهم بالشوكه والسكينه، يعني مش محتاجه معلقه عشان تطلعي المقلوبه بتاعتنا، غير ان كل حاجه فيها مستويه تمام. كل جزء في الطبق بتاعنا واخد من نفس الطعم، يعني حاجه رائعه للغايه، واتمنى تعجبكم. يلا بينا نشوف مقاديرنا. انا معايا 4 بتنجانات. انا بنقي البتنجان طبعا للمقلوبه بالطريقه دي، يكون طويل، يكون حجمه متناسق، يعني من تحت قد من فوق، لان لو هو من تحت تخين قوي يبقى معنى كده ان هو مبذر. لازم يكون طري. تقدري ان انت تقشريه كامل، او ان انت تخليه مخطط، او ان انت تخليه بقشره. بس انا بفضل ان انا اقشره كامل، لان ده هيساعدني ان انا لما اقطع القطع بتاعتي تكون القطع بتطلع زي الجاتو، ما بتشدش، او الرز بتاعي ما بتفرفتش مني وانا بشد القطعة. هنبتدي دلوقتي نقطع البتنجان بتاعنا شرائح، وهتكون الشرائح بالسمك اللي انت شايفاه ده عشان يتحمل معانا التسوية، لان احنا هندخله في مرحلتين من التسوية. زي ما حضرتك شايفة البتنجان من جوه ابيض، لان لازم يكون ملمسه من بره طري، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في فيديو سابق. ويكون السرة بتاعته من تحت مدورة، ولما نضغط عليه بايدينا نلاقيه طري مش ناشف، معنى كده ان هو مش مبذر. هبتدي دلوقتي اخد البتنجان في طبق، وهبتدي ارش عليه ملح من بره من الجنبين، على اساس ان انا اساعد البتنجان ان هو يفقد السوائل اللي جواه، عشان ما يشربش معايا في التحمير زيت كتير. انا خلصت كل الكمية، هبتدي اركنه على جنب لمدة ربع ساعة. هنبتدي نشوف بقى البطل الطبق بتاعنا، وهو لحم الفيليه او الفتيلة او الفيليتو زي ما تسميه، هو دي مسمياته. شوف اللحم بتاعنا طري لدرجة ان انا صبعي لو دخلته فيه بيغرز معايا، يعني لحم سهل السوى، من أطعم اللحوم اللي ممكن تاكليها. هبتدي دلوقتي أهذب شكل القطعة بتاعتي. هاخد الجزء الرفيع اللي تحت ده، لأن هو مش هينفع يبقى ستيك، وهقطعه وهاخده على جنب، هستخدمه في بيتزا في أي حاجة تانية. هبتدي دلوقتي الجزء اللي فوق ده من نفس اللحم، مش من لحم تاني. هبتدي دلوقتي أهذب شكل القطعة بتاعتي، ان انا اشيل الغشاء ده، لان الغشاء ده مجرد انه ينزل في النار هيبتدي يكش معايا، ويخلي القطعة بتاعتي مش بشكل مستقيم زي ما انا ابتديت ان انا اشويها. وزي ما انت شايفة كده، ده دهون طبيعية انا مش هتنازل عنها، لا بالعكس هتديني طراوة للحمة بتاعتي. هناخد اللحمة بدون اي شيء وهنحطها على الجريل بتاعي، سواء كان طاسة عادية على النار او جريل تيفال زي ده. لو انا هستخدمها في جريل تيفال انا مش هدهنها اي شيء، لكن لو هستخدمها في جريل او طاسة على النار انا هدهن اللحمة بتاعتي بالفرشة كده بقليل من الزيت. تعتبر اللحمة بتاعتنا دلوقتي استوت، هي دلوقتي ميديم. عايزة حضرتك تشوفي قد ايه من جوه طرية، وما فقدتش معايا اي نسبة من السوائل ولا نزلت دم حتى. انا هسيب اللحمة بتاعتي لمدة ربع ساعة تهدى معايا عشان اعرف اقطعها. انا معايا بصلاية واحدة، ومعايا 7 فصوص ثوم، ومعايا روزميري، ومعايا 5 طماطمات، يعني حسب الكمية اللي حضرتك هتستخدميها. طبعا الثوم بتاعي حجم كبير، فانا هقطعه سلايس احجام كبيرة برضو.
لو التوم معاكي حجمه صغير قوي هتسيبي التوم الفص بحاله، مش هنقطع فيه. يبقى كده احنا قطعنا التوم. هنبتدي نقطع الطماطم بتاعتي، هقطعها برضو سلايس، وانا هقطعها سلايس ما تكونش رفيعه ولا تخينه. يعني انا الطماطم بتاعتي دي انا هشويها، فانا مش عايزاها في الشوي انها تتهرى معايا. انا عايزه حضرتك تلاحظي السمك، هو ده السمك المطلوب، يعني لا تخين ولا هو رفيع. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. احنا بنجهز لطبقنا، يعني بنجهز ادواتنا، بنقطع الخضرة بتاعتنا. هبتدي برضو بنفس الطريقة، هقطع البصل، هقطعه برضو سلايس. ممكن اقطع البصلة بالمنتصف عشان تبقى سهلة معايا وانا بقطعها واتحكم فيها. هقطعها سلايس، يعني احجام برضو متناسقة ومش كبيرة. كده الخضار بتاعنا جاهز. هبتدي دلوقتي اجيب الطماطم وادهنها بالفرشة قليل قوي من الزيت، عشان انا هشويها مطرح اللحمة، عشان تاخد من نفس تست اللحمة اللي انا لسه مخلصاها. يا دوبك هتاخد صدمة او شوي من الجنبين، ومش عايزة. الطريقة دي بتساعدني ان اللحمة سوري الطماطم بتاعتي ما تتهراش مني. يعني انا بعمل لك طريقة ان انت تضمني المقلوبة بتاعتك، ان اللحمة بتاعتك تكون لونها جميل، ان الطماطم بتاعتك تحسيها في الاكل ومش مهرية، ان الرز كمان اللي احنا هنحطه يبقى مفلفل وجميل، وفي نفس الوقت الشكل النهائي المضمون. انا كده خلصت الطماطم بتاعتي بعد ما شويتها، وطبعا بدرتها او رشيت عليها قليل من الملح. كده الطماطم جاهزة، هركنها على جنب. وهبتدي دلوقتي اعمل البتنجان بتاعي، هحمره، هحط زيت غزير. وطبعا البتنجان سيبناه لمدة ربع ساعة عشان يفقد السوائل اللي جواه، عشان ما يشربش معايا الزيوت. وعايزة حضرتك تشوفي البتنجان وشكله وهو عليه مية هتلاقيه بيلمع، يعني معنى كده خرج الكمية المسموح بيها من المية اللي بداخله. هبتدي دلوقتي انشفه بالكلينكس، وهنزله في زيت يكون غزير وفي نفس الوقت سخن جدا، عشان لو الزيت بتاعي بارد البتنجان هيشرب الزيت عبال ما يسخن عليه. وزي ما حضرتك شايفة انا عايزة اوصله للون يكون ذهبي، انا مش عايزاه غامق ولا فاتح، انا عايزاه اللون الذهبي الجميل ده المشبح بالشكل ده زي ما حضرتك شايفة. ومعايا طبعا مناديل او منشفة ان انا اطلع عليها البتنجان لغاية ما اخلص كل الكمية بتاعتي. زي ما حضرتك شايفة البتنجانة متماسكة، لونها رائع، ده بفضل ان احنا قطعناها بحجم ممتاز. وفي نفس الوقت ان الزيت الغزير بيخلي البتنجان بتاعي يطلع باللون ده. لو الزيت قليل البتنجان هيتحروق من الحواف بتاعته، مش هيطلع بالجمال ده. والطريقة يعني أنا في الحالة دي أنا مش مستخدم، يعني مش مستحب إن أنا أحطه بالقشر بتاعه عشان ما يديش طبقة سميكة في التقطيع. هنبتدي دلوقتي نقطع اللحمة بتاعتنا بعد ما تركناها لمدة ربع ساعة تهدى عشان نقدر نقطعها. الطريقة دي بتسمح لي جدا إن أنا أقطع اللحمة تبقى سلايس وتبقى الأحجام متساوية، لأن اللحم الستيك لو قطعته وهو ني لا يمكن إن أنا أطلع القطع تكون مستوية، لأنه لحم طري جدا ومرن معايا. او ان انا الفه بلاستيك ستريتش عشان اعرف اقطعه، وبرده مش هتطلع بنفس النتيجه دي. زي ما حضرتك شايفه التسويه من بره ليها لون ومن جوه ليه لون تاني، هي مستويه 100%. ده بيسمى ميديم، وده دايما بينطلب في المطاعم، لان التسويه كتير للحم بتفقد معناها وبتفقد القيمه الغذائيه. هنبتدي نجيب طاسه كبيره وهنزل فيها معلقة من الزبدة. تقدري ان انت تستخدمي سمنة، بس انا حبيت ان الطعم يكون خفيف شوية وما يبقاش دسم، فنزلت معلقة من الزبدة وهنزل عليها بمعلقتين من الزيت النباتي العادي عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش معايا. زي ما حضرتك شايفة كده هبتدي اوزع الزبدة في كل الطاسة، عشان انا هنزل دلوقتي اللحمة بتاعتنا اللي احنا قطعناها شرائح زي ما حضرتك شايفة بسمك 1.5 سنتي.
ده عشان انا هدي للحمة صدمة انها تلون معايا بس، لكن اللحمة اوريدي ما نزلتش دم، اللحمة مستوية 100%، يعني تقدري ان انت تاكليها بالوضع ده، وده الوضع الصحيح لاكل اللحمة وبالذات لحم الفيليه. وطبعا لحم الفيليه احنا نقدر نستخدمه في عمل الشيش طاووق، نقدر نستخدمه في الستيك، نقدر نستخدمه في المقلوبة، لانه ما بياخدش وقت في التسوية، وفي نفس الوقت لحم طري ومن انعم انواع اللحوم اللي ممكن ان انت تاكليها. وطبعا الفتيلة دي او الفيليه او الفيليتو ده بيبقى في تجويف العمود الفقري، فلذلك بيبقى طري جدا، لان الحيوانات ما بتركنش على الجزء ده، فالدم بيوصل لها تمام، فبتبقى اللحوم دي فيها عصارة حلوة وبتبقى طرية وبتبقى جوسي معاكي. انا عايزة اوصل للون ده زي ما حضرتك شايفة، لان انا مش محتاجة تسوية، انا محتاجة انها ياخد معايا لون فقط، وان كمان البصل اللي معايا اللحمة تاخد من نفس الطعم البصل وتاخد من طعم الثوم، وفي نفس الوقت انا رشيت عليها بس فقط فلفل اسمر وشوية ملح. عايزة حضرتك تشوفي لون الثوم ممتع، وكمان البصل هياخد اللون المكرمل الجميل، لكن في نفس الوقت بيقرش معايا، يعني كل مكونات طبقي انا بحسها وانا باكل الطبق بتاعي. شوفوا جمال اللون رائع جدا. طبعا كل قطعة هتبتدي تاخد معايا لون، انا هشيلها من الطاسة بتاعتي لغاية ما اخلص كل الكمية وانتهي منها. وفي النهاية خالص هوري حضرتك قد ايه اللحمة بتاعتي طرية، قد ايه جوسي، مش محتاجة وده جمال اللحمة، يعني ده الجمال ان انا احس ان اللحمة بتاعتي طرية ومش بتفرول معايا. بكده احنا نعتبر خلصنا اللحمة بتاعتي، وده يعتبر طبق لوحده، يعني انت تقدري طبقنا النهاردة جامع ما بين طريقتين، ازاي اعمل المقلوبة وازاي اعمل لحم الفيليه. بالذات لو انا محتاجه ان انا تسويه سريعه وعايزه اكل لحم ممتع وطري في نفس الوقت وجوسي. شوفي حضرتك طراوته ولاحظي اللون، ايديا او صبعي بيغرس في قطعه اللحمه، يعني معنى كده ان انا وصلت النتيجه ممتازه. كده خلصنا كل اللحمه بتاعتنا، وطبعا مش هنتنازل عن البصل اللي واخد طعم اللحمه والاطعمه كلها واخده من بعضها. هبتدي انزل الطاسه مطرح اللحمه، هنزل كوبايه من الميه عشان اخد الناتج التست بتاع اللحمه، هعمل فيه الرز بتاعي اكني بالظبط بعمل المقلوبه في حله واحده، لكن انا بعمله بالطريقه دي عشان اضمن لك نتيجه ممتازه. هنزل كمان كوبايتين من الميه، يبقى انا كده نزلت 3، وهنزل كمان معلقه صغيره من الهيل والورق الغار المطحون واحنا عملناه مع بعض قبل كده، وهنزل ربع معلقه من الكركم ومش هكتر من الكركم، وكمان مكعب من المرقه وشويه من الملح، طبعا ده حسب الرغبه مش هنكتر، وكمان فلفل اسمر ومش هنكتره عشان ما يغمقليش لون الرز بتاعي. بكده المية بتاعتي جاهزة، هسيبها انها تغلي، وهنوصل للتركة التانية، وهي ان انا هنزل البتنجان بتاعي يدوبك هغطسه في المية المتبهرة واخدة من طعم اللحمة واخدة من طعم كل المكونات بتاعتي، يدوبك تغطيسة بسيطة، وهبتدي انشله من المية وهطلعه على طبق، وهعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. انا عايزاكي تلاحظي البتنجان بتاعي ما تهراش. هتقولي لي يا ليلى طب ما انتي مسوياه، هقول لك ايوه انا مسوياه، لكن انا عايزه كل طبقي ياخد من طعم بعضه. البتنجان خد كده من طعم اللحمه بتاعتي، وكمان خد من طعم البهارات، وكمان الرز بتاعي هياخد من كل الاطعمه، خد طعم البتنجان وهياخد طعم اللحمه، يعني اكني بالظبط عملته في حله واحده. لكن انا بضمن لك انك ما تبقيش خايفه ان اللحمه تتلدع في نهايه الحله من تحت او التسويه عليها كتير، والشكل الجمالي والطعم كله. هبتدي انزل دلوقتي ب3 كوبايات من الرز المغسول، ده رز مصري، وطبعا احنا حطينا 3 كوبايات من الميه، لو احتاج شويه ميه صغيرين هزود. كده هسيب الرز بتاعي لغايه ما يغلي، وهزوده شويه زيت، وطبعا ما تنسيش ان البتنجان كان اصلا فيه زيت، فانا مش هزود الكميه، مجرد ان هو يبتدي يشرب السوائل بتاعتي هغطيه واسيبه على نار هاديه. هبتدي دلوقتي، ده البتنجان
البتنجان بتاعنا اللي احنا نزلناه في المية، عايزة حضرتك تلاحظي قد ايه هو متماسك، وده طبعا بفضل ان انا قطعته قطع مناسبة جدا. وده اللحمة بتاعتنا اللي احنا خلصناها، وكمان الطماطم بتاعتنا اللي احنا شويناها على الجريلا مطرح اللحمة. كل الأطعمة بتاعتنا واخدة من بعضها. هنبتدي دلوقتي نرتب الطبق بتاعنا. طبعا انت كده ضامنة ان اللحمة بتاعتك واخدة لون جميل ومستوية ومضمونة، بعكس لما تتحط في الحلة وتحطي عليها رز وتحطي عليها بتنجان او النار تعلى عليها شوية تقوم اللحمة بتاعتك تتحرق، او في نفس الوقت اللحمة حطيتيها نية مش مستوية تطلع ريم كتير وتبوظ لك شكل المقلوبة بتاعتك. هبتدي دلوقتي انزل طبعا البصل والثوم ما بين قطع اللحمة، بحيث ان انا كل قطعة هطلعها تبقى واخدة من نفس الأطعمة كلها واحد. هبتدي دلوقتي احط البتنجان بتاعي، وطبعا انا حطيت اللحمة في الطبق، تقدري تستخدمي طبق دائري، تقدري تستخدمي طبق مستطيل، الشكل اللي يعجبك. بس انا حطيت في وزعت اللحمة بحيث ان انا لما اقطع القطعة يطلع لي معاها مع كل قطعة حتة لحمة وما تغلبنيش في التقطيع. هبتدي دلوقتي اوزع البتنجان بالشكل وردة عباد الشمس اللي حضرتك شايفاها. طبعا كل شريحة بحطها على طرف الشريحة التانية بحيث ان انا ما اسيبش فراغات. زي ما حضرتك شايفة كده كملنا الشكل. هبتدي اجيب قطعتين من البتنجان، شريحتين، واحطهم في المنتصف عشان ما يبقاش عندي اي فراغ. هبتدي دلوقتي عندي بواقي من البتنجان وهي الشرائح الرفيعة اللي فاضلة، هنحط عليها شوية ملح وشوية ليمون وثوم وهيبقى سندوتش رائع. هنبتدي دلوقتي نحط الطماطم بتاعتي. انا عايزاكي تشوفي الطماطم مستويه متبهره مشويه متماسكه، يعني ما تنزلتش عن القشره الخارجيه بتاعتها. وده الفضل في الطريقه دي، ان انا لو حطيتها في حله مع باقي المكونات هتتهري، لانها اضعف شيء هتكون من مكونات الطبق بتاعنا. فمجرد الغليان على النار في حله واحده هيهري لي ده كله ومش هحسه في الطعم. والجمال ان انت تحسي طعم الطبق بتاعك ومكوناته. هنبتدي دلوقتي ننزل الرز بتاعنا. برضو الطريقه دي خلتني اضمن ان الرز بتاعي يطلع مفلفل واخد الطعم، مش معجن، ما زودتش عليه الميه اكتر من اللازم، ما عرفتش اظبط عليه الميه، لا انا ظبط عليه الميه لان انا متحكمه فيه. بعكس لما يبقى الطبقات اللي تحت فيه بتنجان وفيه طماطم وفيه بطاطس وفيه لحمه، فانا مش عارفه اظبط معيار الرز. فالطريقه دي من الطرق السهله اللي هتساعدك ان انت تقدمي طبق ممتاز جدا لضيوفك وتبقي ضامنه النتيجه، ويبقى هو طبق المقلوبه هو بطل العزومه اللي انت عاملاها. هبتدي اضغط كويس على الرز. انا عايزاكي تشوفي الرز بتاعنا مفلفل ازاي ولونه رائع، وردة فعلا، هي وردة عباد الشمس. هنبتدي نتني البتلات بتاعتنا زي ما حضرتك شايفة، هنقفلها على الطبق بتاعي. وطبعا انا اختياري الطبق البيضاوي لازم اكون مجهزة الطبق يكون اكبر منه في المساحة عشان لما اقلب الطبق بتاعي. يعني لازم تفكري في الخطوة دي قبل ما ترتبي الطبق. لازم يكون عندك طبقين ينطبقوا مع بعض، تقدري ان انت تطلعي طبقك بالشكل الممتاز المميز. فانا جبت طبق بيضاوي بنفس حجم اكبر شوية من الصينية البايركس اللي انا استخدمتها. زي ما حضرتك شايفة كل الحكاية ان انا هحط الطبق وهقلب الصينية بتاعتي وهنشوف مع بعض الجمال. واو، والله لوحة مضمونة للنهاية، يعني مضمونة ان انتي هتعملي المقلوبة لا هتتفرفت منك ولا هتقع منك. وبعدين انتي تقدري تعمليها بالارتفاع اللي انتي عايزاه، ده هيعتمد على كمية الرز اللي حضرتك مستخدماها. طبعا انا عملت المقلوبة ل4 أفراد، فانا ما قدرت يعني ما كترتش كمية الرز. وطبعا على حسب الشكل انا استخدمت كمان ديكور بسيط وهو من الكزبرة والبقدونس وطماطم مقطعة قطع صغيرة ومنزوع منها المية بتاعتها، لان بصراحة الطماطم اللي كانت موجودة عندي كانت طرية، معرفتش اعمل لك وردة بيها. انا عايزاكي تشوفي بقى الجمال وترتيب الطبق بتاعنا. والله قطعة جاتوه يا جماعة
طعم ممتع جدا للغاية. حقيقي هتدعي لي وتدعي لأمي رحمة الله عليها لما تاكلي الطبق ده. يعني الطبق كله سيمترية، منسجم مع بعضه. نهاية الطبق خدت قطعة وبقية المقلوبة بتاعتي منسقة ولها شكل جميل ممتع، مش متبهدلة، تفتح النفس، تخليني أقبل إن أنا آكل تاني وتاني، وإن أنا أقبل عليها بالذات إن أنا أعمل عزومة. يا ريت يكون طبقنا عجبكم، ما تنسونيش في صالح أعمالكم بالدعاء ليا والأم الغالية بالرحمة والمغفرة. أكون سعيدة جدا وممنونة، وأسيبكم في رعاية الله.